السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. بينفجر انفجار عملاق جدا وبيكون في نار في كل حتة، وياما ما بيتأثرش بالنار دي وبيقدر اللي هو يخرج منها سليم. وبيقول له القائد بتاع العصابة يعني انت دلوقتي بتستخدم الناس بتوع العصابة بتاعتك زي القنابل البشرية، بس يا عبيط انا اصلا علشان جسمي قوي ما بتأثرش بالكلام ده. وقائد العصابة ساعتها على طول بياخد السيف بتاعه وبيطلع يجري جوه الغابة من الخوف، وبيقول له خد هنا يا جبان بتهرب ليه؟ وبيحاول اللي هو يهجم عليه بمهارة السيف بتاعته، بس بيقدر الواد اللي هو يتفادى الهجمة. وبيقول بصوت واطي الواد ده طلع قوي قوي واحنا كنا بنستهتر بيه، انا ما كنتش متخيل ابدا اللي هو يكون بالقوة دي، بس اكيد من اول ما دخلت الغابة دي هو مش هيقدر اللي هو يقفشني. ويام بيهجم عليه بالسيف، بس هو ساعتها بينط في الجو بيقدر اللي هو يتفادى الهجمة دي. وبيقول له ما تفكرش نفسك اللي انت هتكسب، انا واحد من منظمة كبيرة ومش هرتاح الا لما اقتلك المرة الجاية. وبيقعد اللي هو يجري، بس ساعتها السيف بتاع يام بيجري وراه وبيقدر اللي هو يسيبه في رجله، ويام بيقطع الشجرة وبيقف عليها والواد بيترمي على الارض قدام يان. وساعتها يان بيقول له ومين اصلا العبيط اللي قالك ان هيكون في مره جايه؟ هو بيكون عمال بيتوجع وبيجي يحاول اللي هو يجري تاني، انما يام بيوقفه مكانه وبيحط السيف على رقبته وبيقول له يلا اتكلم دلوقتي، ليه منظمتك دي عاوزه اللي هي تقتلني؟ وهو بيقول له لا طبعا اقتلني مش هقول اي حاجه. ويام بيقول له كده كده مفيش اي مشاكل ما بيني وما بينك، وانا هساعدك دلوقتي علشان اعالجك، وانت مع ذلك مش عايز اللي انت تقول لي انتوا عايزين تقتلوني ليه؟ والقائد بيقول له انت مش هتاخد مني اي معلومات. لا ده الواضح كان لا كنت بعاملك معامله حلوه قوي، واكيد انت شفت المهاره بتاعتي، انا بعرف اللي انا عالج وفي نفس الوقت بعرف اللي انا اقتل. انت بقى عايز اللي انت تموت بس انا مش هموتك. هو بيقول له هو متوتر انت عايز اللي انت تعمل ايه؟ وساعتها يان بيستخدم على الولد ده مهاره اصبع السيف وبيقعد يقطع فيه، وبيستخدم عليه بعد كده مهاره اصبع السكينه وبيقعد اللي هو يعالج اللي عمله، وهو بيقعد اللي هو يصوت ويقول له لا اقتلني كفايه اقتلني. وبعد ساعة كاملة يان بيقول للواد تعالى بقى اللي احنا نجرب حاجة جديدة، قول لي بقى 7 ناقص 1000 كام؟ واللي مش عارف طريقة التعذيب دي فدي طريقة التعذيب اللي بيستخدموها في انمي طوكيو غول، وهي من أسوأ طرق التعذيب وأكترهم بشاعة ودموية. والواد بيكون باين عليه اللي هو خلاص اتدشمل ومش قادر، وبيقول خلاص خلاص انا هتكلم اقول لك كل حاجه. وبيقعد اللي هو يحكي له، ويان بيقول في نفسه الواضح ان المنظمه دي غامضه جدا في الامبراطوريه دي، واكيد زعيم المنظمه مش بيظهر كتير اصلا، وكل الناس تعرفوا عن زعيم المنظمه ده اللي هو اسمه شيخ النعيم، واللي هو خبير في الطبقه التاسعه من المملكه الغريزيه، وقرب خلاص اللي هو يكون في المملكه السماويه. وكمان الناس اللي شغالين في المنظمه دي بتتقسم ل4 طبقات، هي الرياح والرعد وفرقه السماوات وفرقه الارض، ومتدربين من الطبقه السابعه في المملكه المكتسبه. وفرقه الرعد بتكون في المستوى الثالث من المملكه المكتسبه. والوادي اللي واقف قصادي ده دلوقتي هو متدرب من المستوى الخامس من المملكه المكتسبه، وهم وافقوا دلوقتي اللي هم يقتلوني مقابل مبلغ من الفلوس كبير قوي. ويان بيكون واقف عمال اللي هو بيفكر وبيقول الواضح ان المعبد ده عاوز اللي هو يقلب الدنيا في طائفه نوح، واصلا الناس اللي موجوده في الطائفه مش متوحدين مع بعض. وفوق كل ده انا مش عارف اذا كان الشيخه العظيمه ليها علاقه بالموضوع ولا لا، وحتى لو القاعده بتاعه الطائفه اتعالجت فالموضوع برضه هيفضل خطير جدا عليا. ويان بيقول لي واد فرق القوة ما بيننا كبير جدا، انما ساعتها بتجيله فكرة ولون عارين وبيتحول للون الاحمر، وبيقول لي واد انا عندي سؤال، ايه دلوقتي معنى كلمة النعيم الشيطاني؟ وايه نوع الفنون القتالية اللي انتوا بتستخدموها اللي هي القنبلة البشرية دي؟ فساعتها الواد ده بيقول دي هي مهارة المنظمة السرية بتاعتنا النعيم الشيطاني، ودي مهارة بتطلع فيها كل القوة الكاملة اللي موجودة جوه الشخص اللي بيستخدمها. وبعدين كل الناس اللي شغالة في المنظمة بيجوا من كل حتة في العالم، بس ما بنكلمش بعض عشان احنا الناس بنحب اللي احنا نقتل بس. والناس القديمة اللي كانت موجودة في المنظمة منتشرة في كل حتة في العالم، ونادر جدا لما بنتكلم مع بعض، بس عشان احنا بنستخدم مهارة تقنية النعيم الشيطاني بنقدر ان احنا نحس ببعض، لان حد بيستخدم التقنية دي بنقدر ان احنا نعرفه من الهالة اللي بتطلع منه، وبنقدر نكشف الجواسيس بسهولة. ويان بيقول يعني لو اي حد دخل التقنية دي يقدر اللي هو يخش
يخشوا المنظمة بسهولة. فالواد بيقول ايوه بالظبط كلامك صح. ويان ساعتها بيقول طب وايه بقى قصة القنبلة البشرية دي؟ فالواد ساعتها بيقول في نفسه الواد ده ما اتدربش كفاية علشان يسيطر على نفسه، علشان كده هو انفجر. لو انا اللي كنت بستخدمها ما كانش انفجر زيه. ويان بيقول له بجد؟ هو بيقول له ايوه اكيد طبعا مش هكدب عليك. ويان ساعتها بيقرب منه وبيقول له انا عاوز الله اتعلم المهارة دي، يلا علمهاني. والواد بيكون باين عليه الفرحة وبيقول اكيد طبعا اعلمها لك، ده من عينيا. وساعتها بيولعوا نار والليل بيجي. ويان بيقول انا فعلا حاسس ان في حاجه دلوقتي ناقصاني. والواد بيقول انا كل اللي انا اعرفه عن تقنيه النعيم الشيطاني النهائي دي علمتها لك يعتبر. وهو بيبص في لوحه النظام وبيقول واضح ان انت ما بتقولش الحقيقه كامله، المهاره دي مش كامله صح؟ والنظام ساعتها بيطلع لوحه تم ادخال المهاره بنجاح واسم النار هو النعيم الشيطاني، بس المهاره دي غير كامله. والواد ساعتها بيتوتر قوي. التقنيه دي اصلا بتتقسم ل4 مستويات وهي الرياح والارض والسماء، واعلى مستوى فيها اصلا ما فيش اي حد يعرفه الا القائد بتاعي. هو منين قدر اللي هو يعرف ان المهاره دي ناقصه حاجه؟ واللي انا علمتها لك دلوقتي هو مستوى الرياح، وده كل اللي انا اعرفه. فيان بيقول انت متاكد يعني اللي انت مستوى الرياح مش مستوى الرعد؟ انت ليه بتقول حاجه زي كده؟ اللي علمته لك هو الرياح فعلا. ويان بيقول غير ان المهاره دي بتخلي الكل يحس ببعض، هي كمان بتخلي الناس الأقوى يقدروا اللي هم يسيطروا على الأضعف منهم في المهارة دي، ويخليهم كمان اللي هم يفجروا نفسهم لو هم عايزين. وكل ما يكون مستوى الشخص أعلى كل ما يكون بتقدر تتحكم في الناس اللي أقل منك. وأنت دلوقتي عايز اللي أنت تعلمني المهارة دي علشان أول ما أبدأ اللي أتعلمها أنت طبعا هتكون أحسن مني فيها عشان أنت متعلمها من بدري، فهتقدر اللي أنت تفجرني ساعتها وتتحكم فيا، صح ولا لا؟ والواد ساعتها على طول قلبه بيقع في رجله وما بيكونش عارف اللي هو يتنفس، وبيقول انت ازاي عرفت كل ده؟ وهو بيقول له تصدق ان انت فعلا غبي وانا مش هديك الفرصه دي. والواد ساعتها بيقوم يقف ويان كمان بيقف وبيطلع السيف بتاعه. استنى بس انت فهمتني غلط، كل اللي حصل ده كان مجرد سوء فهم مش اكتر. قال دلوقتي اديتك فرصه وانت لسه بتحاول ان انت تضحك عليا، انت تستاهل الموت. وساعتها على طول بيستخدم السيف بتاعه وبيقوم ضارب الواد في دماغه ويقتله. ويان بيقول لولا مقدمة المهارة اللي كانت موجودة في النظام كان زمان الواد ده دلوقتي يقدر اللي هو يضحك عليا ويقتلني. وبيقعد ساعتها عند جثة الواد وبيقول انا لو عرفت اللي اطور مهارة النعيم الشيطاني لأقصى قوة هقدر اللي اتحكم في المنظمة كلها واحل المشكلة دي، بس للأسف دلوقتي النقاط اللي معايا مش كفاية، ووظيفة ترقية النظام مش هتقدر اللي هي تعوض النقص اللي حصل. وبيكون فاتح لوحة النظام وبيقول دلوقتي انا لازم اللي انا انفذ الخطة دي وانا واخد بالي كويس قوي عشان ما عرفتش اللي اتحكم في المهارة دي اي حد في المنظمة دي يقدر اللي هو يتحكم فيا. وعشان كده احسن حاجة اعملها دلوقتي اللي انا اروح لعالم تاني واتدرب على المهارة دي هناك. والنظام ساعتها بيطلعوا لوحة ان مستوى النظام لسه في المستوى الاول، ونقاط القصر اللي معاك هم 53 نقطة. عدد المرات اللي انت رحت فيها لعالم تاني هم مرتين وانتهت فترة الراحة. ويان بيقول انا لو ما قدرتش اللي اتدرب على المهارة دي كويس هتخلى عن المهمة، بس في نفس الوقت لو اتعلمت المهارة هكون شخص قوي جدا، وساعتها مفيش اي حد يقدر اللي هو يقف قصادي، واقدر اللي أنا اساعد القائدة كمان. وساعتها بيروح لعالم جديد، والعالم ده بيكون عالم شغل وبتكون فيه فنون الدفاع عن النفس بتتغير على طول. وفي العالم ده العائلات القوية كتير جدا، وعلى طول الزمن في العالم ده الناس القوية كانوا بيعملوا حرب مع بعض، وفي منهم اللي بيعتمد على المجهود بتاعه ومنهم اللي بيعتمد على موهبه ومنهم اللي بيعتمد على عائلة. وبيكون ساعتها في حد شبه يان شايل حطب وبيلف بيه، انما فجأة بيلاقي في وسط العشب قلادة يشم غريبة وبيقول انا اصلا كنت مجرد واحد من الأياف عادي جدا ومجرد شخص عادي، بس اول ما لقيت قلادة اليشم دي قدرت اللي هي تعلمني تقريبا كتير جدا من انواع الدفاع عن النفس وخلتني من اقوى الناس، وقدرت اللي هي اتعلم كل الاساسيات منها وكتير جدا من فنون الدفاع عن النفس. ودي كانت حاجة عظيمة جدا في العالم ده، وعشان فنون القتال في العالم ده ما بتتعدش فكنت عمال بتعلم اكتر واكتر. وبسبب قلادة اليشم دي بقيت واحد من الخبراء القليلين في العالم ده، وقدرت ان انا انشئ طائفة واحط فيها تلاميذ كتير جدا، وبقيت واحدة من احسن الطوائف اللي موجودة في العالم، وبقيت حرفيا في القمة وكل الناس تحتي. وبنشوف بعد كده يانو بيكون بيكلم بنته وبيقول انت حرفيا اقرب واحدة ليا دلوقتي، وانا هديكي لقب نائبة القائد الطائفة في الطائفة بتاعتي، ومفيش اي حد يقدر اللي هو يديك اوامر غيري. ويان بيكون اتجوز من البنت دي وبيقول حرفيا حياتي كانت مثالية في وقتها، معايا زوجة بحبها وعندي صديق دايما بيحميني وكنت الاقوى تقريبا في العالم ده، بس
بس ما تخيلتش ان اللي هيحصل ده حصل. وجي يوم الخيانة والغدر، وساعتها على طول في كوباية بتقع على الارض وبتتكسر، وهو بيقول الشاي ده مسموم، وبيكون عمال بينزف من كل حتة. يا حبيبي انت ليه قلقان قوي كده؟ اهدى شوية. فهو بيقول لها انت ازاي تسميني كده؟ وساعتها في حد بيخش من الباب وبيقول لا انت غلطان، مش لوحدها اللي عملت كده، وده بيكون صاحب عمره، وبيقول انا كمان شاركتها في المهمة دي. وبيروح يقف جنب نون، وهو بتكون عينيه حمرا وعمال بينزل دم، وبيقول انتوا الاتنين انا كنت واثق فيكم، ازاي تتجرأوا اللي انتوا تعملوا كده؟ وصاحبه بيقول له انت مش فاكر اللي حبيبتك قالته لك واللي انت قلته لها؟ وبيفتكر في يوم لما كانوا مع بعض وهي بتقول له وانا ليه مش شايفاك بتقلع قلادة اليشم دي؟ هي دي من حبيبتك اللي فاتت ولا ايه؟ فهو ساعتها بيقول لها انا ولا عمري شفت ولا حبيت ولا قابلت واحدة غيرك، انما القلادة دي هي الكنز بتاعي اللي ساعدني عشان اقدر لا اتعلم فنون الدفاع عن النفس واللي خلتني قوي كده. وبنرجع للحاضر وتيان بيقول هو انت مش عارف ان المثل القديم بيقول ليه اوعى تقول لحبيبتك على سر؟ علشان اكيد حبيبتك عندها حبيب تاني غيرك. أنا فعلا مش فاهم ازاي تعرف حد سر مهم جدا زي ده. وخلاص الكنز بتاعك دلوقتي بقى ملكي. وبيروح يهجم على يان ساعتها في بطنه ويقول له انت فعلا حمار، انت كنت معاك كنز زي ده ولسه في المراكز الضعيفة دي؟ انت كان المفروض تكون اقوى من كده بكتير. انت الطائفة بتاعتك كان المفروض اللي هي تحتل العالم كلها، وعشان كان ياخد منك دلوقتي منصب سيد الطائفة، وياخد التلاميذ بتوعك واخليهم تلاميذي انا، وثروتك وزوجتك وحياتك كلها انا اخدها النهارده منك. هو بيكون مرمي على الارض سايح في دمه. وبعد اللي حصل ده تيان اللي هو صاحب عمره بيقول على يان اللي هو مات، وقبل ما يموت سلمه منصب القائد. انما يان اصلا بيكون محبوس في الزنزانه وتعبان جدا من بعد ما اتسمم، وفيه مرض خطير وخبيث بقى عمال اللي هو بينتشر جوه جسمه، وكل الفنون القتاليه بتاعته اتدمرت وكل حاجه منه اتسرقت. وتيان كان بيعذب صاحبه وعمال بيجلده بالكرباج، وبيكون عاوز اللي هو ياخد منه تقنية التأثير أعلى، ودي أحسن تقنية كانت موجودة في فن الدفاع عن النفس. وساعتها يوم بيوم يقف وهو متسلسل وبيقول انت حتى لو سجنتني هنا طول حياتي انا مش هعرفك ابدا سر المهارة دي. وبتكون عدت 5 سنين من يوم ما سرق منه كل حاجة، وقعد حبسه في الزنزانة دي لمدة 5 سنين، وما بيقدرش اللي هو يعمل له اي حاجة بسبب اللي هو متسلسل. وصاحبه بيقول له المهارة بتاعتك دي مهارة قوية جدا وهي فعلا مفيدة لانها بتجمع ما بين اقوى فنون الدفاع عن النفسي، بس انت فاكر اللي سبتك في الزنزانة دي لمدة 5 سنين عشان المهارة دي بس؟ انت فعلا غبي. انا اصلا معايا دلوقتي عقد اليشم في ايديا وفي تقنيات كتيرة جدا للدفاع عن النفس، وانا خلاص اصلا طورت تقنية احسن من بتاعتك بكتير واسمها الجسم الذهبي. والتقنية دي اي نعم ما فيهاش قوة زي قوة تقنية التأثير اعلى، بس انا بقدر اللي اهزم بيها ناس اقوياء جدا لاني بقدر بيها اللي انا امتص قوة اللي قدامي. وبيكون طالع منه هالة ذهبية عظيمة، وبيقول انا اصلا اعتبر اللي انا قتلت كل تلاميذك اللي كانوا في الرفة بتاعتك اللي انت كنت بتحبهم، وامتصيت دمهم كلهم عشان ازود من قوتي. وين ساعتها بيتصدم وبيقول لا طبعا مستحيل، ايه وانت مش مصدقني؟ وقتلت كمان واحد من اقوى 5 في العالم، حتى لو انت كنت حاربته بكل قوتك كنت هتخسر، بس بفضل المهارة بتاعتي قدرت اللي انا هزمه. افعل لازم اشكرك على شيء تساعدتني كتير. وساعتها بيخرج السيف بتاعه وبيقولوا ده هو سيف المتدربين الشياطين، وهو اقوى سيف موجود وكنز لا يقدر بالثمن لانه بيخترق كل دفاعات الجسم. وانت كان المفروض اللي انت تاخده، بس انت علشان طيب ما خليتش السيف ده اللي هو يمتص الدم. بس انا مش طيب ومش ضعيف زيك، وقتلت كل التلاميذ بتوع الطائفة اللي كانوا بيحبوك وحطيت تلاميذ جداد دلوقتي. ويوم بيقول انت ازاي تعمل كده؟ تصدق اللي انت فعلا زبالة؟ وهو بيقول له انا طيب وغلبان جدا. وعلى طول بيقوم غارز السيف في صدره وبيقول انا قتلت تلاميذك واخدت مراتك وكمان قتلك انت شخصيا. وبيشيل ساعتها السيف من جسم يان وبيضربه بالقلم على وشه وبيضحك وبيقول انا عايز اعرف انت امتى هتموت. وساعتها بتيجي مراته وبتقول خلاص هدي نفسك وبلاش اللي انت توسخ ايديك بدم، وانا كده ما بحبش ريحه الدم. وساعتها مراته بتظهر وهو بيزعق وبيقول انت ازاي تتجرأي ليه تظهري قصادي تاني؟ انا عملتك معامله حلوه جدا وانت مع ذلك خنتيني. هو بيقول انت اصلا مجرد حمار وجاهل، انت اصلا فاكر
بيفتكر مين اللي عرفك عليها وبيفتكر أول مرة اتقابلوا فيها، وبيكون صاحبه أصلا هو اللي عرفه عليها. ولا بص يا نون، ده هو أقوى واحد ورئيس الطائفة، وهو يعتبر ملك الفنون القتالية حاليا. انتوا ساعتها انتوا الاتنين جيتولي مع بعض واعتبرتكم اخواتي وقربتكم مني ومسكتكم مناصب مهمة، ومع ذلك اتجرأتوا اللي انتوا تخونوني، وانت كنت بتقولي على طول اللي انت كنت بتحبيني. كل اللي حصل ده كان كده، انتوا شوية خونة وانا هقتلكم كلكم. وبيحاول اللي هو يفك السلسلة بتاعته بس ما بيعرفش، وبيحاول اللي هو يمسكهم بأي شكل علشان يقتلهم. وهو بيقول لها بصي شكله عامل زي كلب هو كده، انت ازاي اتجرأتي اللي انت تتجوزيه؟ ده فعلا معفن قوي. وهي بتقول له انت اصلا المفروض صاحب عمره وكنت دايما بتحب تضحك وتهزر معاه. الواد ده اصلا ضعيف قوي لدرجه اللي هو دلوقتي اغمى عليه وراح في غيبوبه. انت احسن حاجه تعملها دلوقتي اللي انت تقتله. وهو بيقول في خلال شهر واحد من دلوقتي عالم الفنون الدفاع عن النفس يختار زعيم جديد للتحالف في مؤتمر 5 قمم، وانا ساعتها هوحد العالم كله واكون انا الرئيس بتاعه، وازم كل الناس دي في المؤتمر واخد لقب زعيم التحالف، وساعتها بقتله. وهو بيقول يعني انت عاوز اللي انت تتفشخر بنفسك قصاد يان؟ هو بيقول لها ايوه بالظبط كده، انا كنت عايز فعلا ان انا اعمل كده عشان كنت عاوز اللي ازله شويه اخر قبل ما اقتله. والاتنين ساعتها بيطلعوا بيمشوا، يان بيكون مرمي على الارض وهو مربوط، والنظام ساعتها بيطلعوا اللوحه ان تم اكتشاف عالم عشوائي. اكتشف العالم عالم يان، تكلفه الانتقال هم 50 نقطه اصل. تم تنشيط وظيفه السفر عبر عوالم، نجحت عمليه استبدال اللوح، ويان بيلاقي نفسه مربوط جوه الزنزانه، وروحه ساعتها بتخش جوه الجسم ده. هو بيصحى وبيقول هو انا ليه متسلسل كده وليه محبوس كده، وكمان هو انا ليه واخد علقه موت كده، هو ايه اللي كان بيحصل هنا؟ والنظام ساعتها بيضطر اللوحه يتم استرداد الذاكره. اكتمل استرداد الذاكره، ويان ساعتها بياخد نفسه وبيقول انا مش بس اتسرقت، انا كمان خسرت كل تدريباتي وحبيبتي اتسرقت قصاد عيني. انما ساعتها على طول في حد بيقوم ضربه بالكرباج وهو بيتوجع، وفي حد بيجي ويقول هو ماسك الكرباج ده وقت الجلد، وبيقعد اللي هو يجلد فيه يمين وشمال وما بيكونش عاتقه. والجلاد بيكون فرحان قوي، بيقول انا فرحان قوي، اصرخ بقى دلوقتي عشان بحب اسمع صوتك وانت بتتعذب، علي صوتك وانت بتصرخ. انت اكيد بتسأل نفسك انا ليه بحب شغلانه الجلاد دي؟ انا اقول لك عشان بحب قوي اسمع صوت الناس وهم بيتجلدوا. وهو بيقول في نفسه الجلاد اللي فات ما كانش زي الواد ده، الواد ده غبي قوي ممكن اللي هو يقتلني، انا حتى كده مش هقدر لا استخدم مهارة اصبع السكينه، لا انا ممكن لا استخدمها من غير ما هو ياخد باله. وبيبدا اللي هو يعالج نفسه شويه، وساعتها هو بيقول له وبيقدر اللي هو يستخدم المهاره على نفسه، وبيقول له طب ما توريني اخرك ساعتها. وساعتها هو بيستخدم مهارته الفطريه وبيحول الجرباج بتاعه ولا كانه تعبان وبيهاجم بيه عليه، وبيكون باين ان الواد خلاص اتجنن. وبيقول له انا بقالي اصلا مهاره فتره طويله جدا ما استخدمتش القوه الفطريه بتاعتي، وانا دلوقتي هحقق لك حلمك قبل ما تموت واقتلك وادوقك طعم الكرباج بتاعي. وهو بيستخدم المهاره بتاعته علشان يضربه، انما يان بيستخدم مهاره التاثير اعلى علشان يحمي نفسه، وبيقدر اللي هو يصد ضربه الجلاد ده. والواد يا عيني بيتصدم اول ما بيلاقي ان الهجمه بتاعته اتصدت، والهجمه بتقوم مردوده في وشه. هو بيترمي على الارض سايح في دمه، ويان بيقول ده انت حاولت اللي انت تضربني بقوه لدرجه اللي انت مت من الضربه بتاعتك، وانا لو ما كنتش وصلت في اللحظه المناسبه كان زماني اللي انا ميت. وبيفك ساعتها السلاسل اللي كانت مربوطه في ايديه، وبيقول له اتفق على حد مش محظوظ عشان قدرت اللي هو تصد الهجمه بتاعتك، كمان خليتها اللي هي ترد في وشك، وانا لسه لحد دلوقتي معايا لقب الروح الوطنيه، وعلشان كده قوتي هتفضل هي تزيد. وقوه الفنون القتاليه بتاعت صاحب الجسم ده اصلا قويه جدا. وساعتها بيطلع لوحه النظام، والنظام بيقول له هو معاه 3 نقط اصل بس، القدره الخاصه اللي في العالم ده اللي هو بيقدر اللي هو يرد الهجمه على صاحبها، ويا اما ترجع بكامل قوتها يا اما ترجع ب 30 او اكتر في المية من قوتها. ويان بيفكر شويه بيقول الراجل ده دلوقتي قدر اللي هو يوصل للطبقه الثالثه من المملكه المكتسبه، وكمان عارف اللي هو يوصل لاقصى مستوى في المهاره بتاعته. هو فعلا يستاهل اللي هو يكون واحد من اقوى الناس اللي موجوده في العالم ده. دلوقتي لما ادمج ما بين مهاره التاثير اعلى وكمان مهاره الدرع بتاعه هيكون قوي جدا، واقدر لا اصد اي هجمه. هي قوه في العالم ده مش وحشه، بس صحيح انا جيت اصلا للعالم ده عشان عاوز اللي اطمع على مهاره معينه، ومحدش بيجي الاوضه دي غير الحراس، وطالما انا قاعد كده ومفيش اي حد يضايقني فخليه
دلوقتي اللي هو اتدرب على تقنية النعيم الشيطاني وبتعدي 6 ساعات كاملة، وهو ساعتها بيقوم وبيقول أنا أخيرا اتعلمت المهارة دي. بس المهارة دي فعلا غريبة، أنا لما اتدربت عليها ما كسبتش طاقة فطرية وبس، لا أنا كمان كسبت نوع من القوة غريبة. من واضح إن كل الخلايا اللي في جسمي اتحدت مع بعض. لا ومش كده وبس، ده كمان قوتي زادت جدا، والنظام بيطلع لوحة اللي هو أتقن مهارة النعيم الشيطاني، بس هي دلوقتي لسه في المستوى صفر، والمهارة دي مش مكتملة ومش ممكن ترقيتها حاليا. وهو بيقول ايه ده، وانا مش هقدر اللي هو اطور حتى المهارة دي، والمهارة دي لسه في المستوى الصفر ومش هعرف اللي اخلص منها. عموما كويس اللي أنا اتعلمتها في العالم ده، عشان في العالم ده مفيش اي حد يقدر اللي هو يضايقني ولا يستغلني فيه. ده وكنت اتمرنت عليها في العالم الرئيسي كان زماني كده حكمت على نفسي في الاعدام. انا دلوقتي لسه معايا فرصة عشان الحق الدنيا واظبطها. أنا دلوقتي هسيب المهم ومش هعملها دلوقتي خالص، واخر شوية ان انا ارجع للعالم الرئيسي. ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو جديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.